وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وصلى الله مقام محمود الذي وعدته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه هو القائل في حديثه القدسي عز وجل: لا إله إلا الله كلامي، لا إله إلا أنا، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. سبحانك يا من قلت في قرآنك الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سبحانك أنت صاحب الأمر والتدبير، وأنت على كل شيء قدير. إليك المرجع وإليك المصير. سبحانك كل الخلائق إليك فقير، وأنت الغني عن العالمين. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خيرته من خلقه وصفوته من رسله، خاتم النبيين وخاتم المرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. ومن زعم النبوة بعده فقد كفر، ومن زعم الرسالة بعده فقد كفر. لقول الله تعالى في قرآنه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الدنيا وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن صحابته الفضلاء العدول النجباء الذين رفعوا الراية وحملوا اللواء، فأعز الله بهم هذا الدين ومكن لهم في الأرض وجعلهم أئمة وقادة وهداة للعالمين. رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله خيرا على جهدهم وجهادهم وبذلهم وتضحياتهم في سبيل العقيدة ونصرة الشريعة وإعلاء كلمة الدين وإقامة منهج الله في الأرض، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ، فقرأوا فلم يبق فيهم أمي واحد. وتعلموا حين نزل قول الله تبارك وتعالى بأول أمر رسالي: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتعلموا منه أن يكونوا رسل حضارة ودعاة تقدم وإبداع وتطور وإعمار لما في الوجود بمنهج الله الواحد المعبود. رضي الله عنهم وأرضاهم. تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قدوة في طاعة الله ورسوله، وقدوة في الاحتكام إلى شرع الله سبحانه،
وقوة في الأخلاق والمعاملات وكرامة الإنسان وحرياته، فكانوا نماذج للهدى. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى معايير الشخصية السوية القوية، ومن بينها ما دعاهم ودعانا إليه لنكون من أصحاب النفس الزكية الطاهرة المطمئنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يربيهم ويقويهم ويربينا معهم ويكون فينا شخصية المؤمن القوي. 3 من كن فيه آواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته. إذا أعطي شكر، وإذا قدر غفر، وإذا غضب فتر. وهكذا سيطرة الإنسان على نفسه، على عواطفه وانفعالاته، على ميوله وغرائزه، شكره لربه وولائه لمولاه، تلك أسس قوة شخصية المسلم والمسلمة، ولا سيما في هذه الأيام. تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا على أعلى درجات ومعايير القوة واليقين، فاستطاعوا خلال 25 سنة أن يقهروا إمبراطورية الروم وفارس وكل طغاة الأرض، وأن يقيموا عدل الإسلام. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم الله خيرا على جهدهم وجهادهم وبذلهم وتضحياتهم في سبيل العقيدة ونصرة الشريعة وإعلاء كلمة الدين وإقامة منهج الله في الأرض، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. فاللهم إنا نسألك أن ترضى عنا كما رضيت عنهم، وأن تفقهنا في ديننا كما فقهتهم، وأن ترشدنا إلى الحق والهدى كما أرشدتهم، وأن تأخذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم كما أخذت بأيديهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. يسر لنا كل عسير، وهون علينا كل صعب، وافتح لنا كل مغلق، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فقد أوصى الله بها الأولين ودعا إليها الآخرين إلى يوم الدين، فقال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله أي وحدوا الله قولا وعملا، عقيدة وشريعة، إيمانا وسلوكا. وبهذه العقيدة وبهذه الشريعة لا يتم إيمانك أيها المسلم إلا إذا ضممت بجانب معرفتك لله واتباعك لشرع الله عز وجل العمل الموافق لما جاء في كتاب الله وهدي نبيه الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم. العقيدة والشريعة معا، بهما تتكون شخصية المسلم. العقيدة أن تعرف الله وأن توحد الله، والشريعة أن تفقه كتاب الله وسنة رسول الله، وأن تجعل حياتك كلها قولا وعملا تحت شعار وتنفيذ سمعنا وأطعنا لله ولرسوله. وبالعقيدة والشريعة حين يتحقق الركنان، القول والعمل، الإيمان والتطبيق في حياتك، لن تكون أبدا منافقا، ولن تكون من أهل النار، بس ستكون من أهل رضوان الله عليك في الدنيا والآخرة إذا ما وحدت الله واستقمت على شرع الله تبارك وتعالى. وعدك الله بذلك أن يفرج كربك، وأن يزيل همك، وأن يرفع شأنك، وأن يبارك في حالك وعملك ومآلك، وأن يجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا إذا ما وحدت الله
واستقمت على شرع الله. استمع إلى قول الله تعالى في قرآن